صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده جايين بروتين حلو كده شامل حاجات كتير ان شاء الله تستفيدوا منها. وبالمناسبه لو انت مش عارفيني او اول مره تشوفيني فانا اسمي منى ودي قناتي وصفه معلومه وعملنا سند. بقدم معاكي روتين، بقدم معاكي وصفات، بقدم معاكي ازاي تهتمي ببيتك وبنفسك وبولادك، بقدم معاكي نصايح مطبخيه روتينيه، وصفات ومنيوهات اسبوعيه وشهريه ان شاء الله، وميزانيات ازاي نوفر وندبر ونمشي بيتنا بأقل القليل. لو لسه اول مره تشوفوني متبخليش عليا بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد وتضمن عيلتي الحلوه. النهارده جايين بروتين شعبي خالص. هنعمل مع بعض وجبه اقتصاديه جدا، وجبه مصريه اصيله حلوه جدا مشبعه مش مكلفه، حاجه كده من ايام الزمن الجميل. هنعمل مع بعض بصاره بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد منك اي وقت. ولو انتي اول مره تعمليها هتطلع معاكي من اول مره زي الفل والكل هيبوس ايدك عليها. لايك وشير بقى وسبسكرايب لو لسه اول مره تشوفيني، ونصلي على النبي كتير عشان قلبنا يطيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدا ببركه بسم الله. انا جبت ربع كيلو عدس، ربع كيلو فول مدشوش، وانا قاعده حوالي ساعتين اتنين، من ساعتين ل3. المهم ان هو يتنقع كويس جدا، تغسليه كويس وتنقعيه كويس جدا. بعد الساعتين ما عدوا او ال3 او ال4 على حسب ما تحبي، كل ما زودتي في النقع كل ما اداكي نتيجه كويس. رفعت انا حله على النار ونزلت بيها في الفول، وحطيت عليها بصله وفصين توم، وغطيته بالميه وسيبته لحد ما يتسلق. وصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكانت الدنيا زي الفل. زودت انا بس شويه ميه كده بحيث انه ما ينشفش مني قوي، وهسيبه ياخد غلوه كمان، وبعد كده هطفي عليه وندخل في الوصفه على طول. إيه قبل ما نضربه الكلام ده كله انا عايزاها لونها اخضر. فاكرين بقى طبعا الكيس ده شبت وكزبره وبقدونس على بعض، وكنت انا مفرزاهم معاكم في الفيديو اللي فات. بالمناسبه في فترات كبيره جدا من الفيديوهات، بس انا عم بنزل فبياخد وقت معايا. طبعا نزلت عليها بقى بشويه كزبره عشان خاطر تديني اللون الاخضر. وفي حاجه تانية كمان ممكن تزودي معلقه ملوخيه خضراء ناشفه، بتديكي نتيجه رهيبه. بس الحمد لله الخضره بتاعتي كانت زياده وادت لي اللون اللي انا عايزاه بالظبط. لو اللون بتاعك عايزاه غامق، عايزاه اخضر غامق يديك اللون الاخضر الحلو ده، زودي معلقه ملوخيه ناشفه. انا هنا ست بقى حطيت في الغلوه الاخيره الشبت والكزبره عشان ما تسودش مني، تبقى الخضره كده وبزهوتها ان شاء الله. بعد كده بقى نزلت انا هطفي عليها وهسيبها تبرد، وبعد ما تبرد معانا هننزل بيها في الخلاط عشان خاطر بتبقى سخنه على الخلاط وكده تبوظ سكينه الخلاط. بعد ما بردت خدتها في الخلاط كده على دورين وهضربها كويس جدا. في ناس بتحبها جرشه وفي ناس بتحبها ناعمه، هي مش بتتصفى ولا اي حاجه، هي مفيش فيها غير الثوم والبصل والشبت والكزبره. بعد كده جبت حله على النار وهنزل بالبصاره بتاعتي فيها، هسيبها تغلي تاخد غلوتين من دقيقتين ل3 دقايق بالظبط. وبعد كده في الاثناء دي هكون انا قطعت بصله صغيره مكعبات، وعليها فص توم 3 كده مهروسين، ومعلقه كزبره على معلقتين 3 من زيت حلوين كده، وهحمرهم لحد ما يدوني اللون الذهبي الحلو، عشان دي هتبقى الطشه بتاعه البصاره. سهله وخفيفه، مفيش فيها اي افتكاسات ولا فيها اي افتكاسات، مفيش فيها اي حاجه خالص، سهله. بالمناسبه دي تاني مره اعملها في حياتي، يعني انا من يوم ما اتجوزت ما عملتهاش غير مره واحده، وان شاء الله في اقرب وقت هنزل لكم الوصفه اللي كنت اول مره اعملها فيها. بس الحمد لله كانت ناجحه، والمره دي كمان كانت ناجحه. فان شاء الله ان شاء الله لو انتي اول مره بتعمليها هتنجح معاكي، والكل هيقولك تسلم ايدك وريحتها هيجيب اخر الشارع. هنا بقى انا حمرت بصلايه صغيره كده قطعتها طرنشات، عليها فصين توم مهروسين ومعلقه كزبره لحد ما يدوني اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل على البصاره بيها على طول، وهديها تقلبتين واسيبها تاخد غلوه واحده بس وهطفي عليها. وبعد كده هقدمها. مفيش اسهل من كده ومفيش اسرع من كده ومفيش اخف من كده. اكله جميله جميله جميله، كان نفسي اوريكم رد فعل ولادي عليها. طب طبعا ان هم كانوا اول مره ياكلوها في حياتهم، فما شاء الله عجبتهم وكانت جميله جدا. رغم ان كنت حاسه ان يعني انا مقصره، بس حبيت كده اغير كده واغير لهم الاكل. ما شاء الله اتبسطوا منها وحبوها. وانا كمان في الفيديو هرضيهم برضو، لانه كنت حاسه بذنب ان هم مالهمش ذنب في الظروف اللي احنا فيها، ولا في الغلاء الاسعار، ولا في الدنج اللي احنا فيها دي خالص. هم مالهمش غير اكله كويسه ولبس كويس، وان هم يفرحوا بطفولتهم وكده. الاكله مش وحشه ولا اي حاجه، بس ما كانش تنفع اطفال. بس اتبسطت جدا 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 ان هم حبوها. بعد كده حمرت بصلايه، حطيت عليها معلقه شويه ملح كده وشويه دقيق، وحمرتها في الزيت ادت لي اللون الذهبي الحلو ده. وبعد كده قدمت انا البصاره في اطباق، عملت معايا 4 اطباق. الطبقين دول والطبقين الازاز يعني 4 اطباق محترمين، الطبق يكفي فردين.
يعني ربع كيلو او نص كيلو يكفي معاكي 8 افراد واكتر. تمام. هنزينه بقى بالبصل كده، في ناس بتحب تحط توم مكان البصل، في ناس بتحبش حاجه خالص. بعد كده انا قدمتها مع مخلل بيتي، وهنا ايه عيش محمص كده انا قليه. طبعا الاكل اللي بتاكل بعيش بقى عيش بلدي كده، هتسخنيه على البوتاجاز وهتاكليه بالف هنا والف شفا. ما بتعملش جنبها رز ولا اي حاجه خالص، لذيذه جدا جدا جدا، مشبعه وموفره. زي ما قلت لكم بقى قدمت انا معاها كده، ده اللي كان الغدا. والحمد لله ربنا يدومها علينا نعمه يا رب، وفضل ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يديمها علينا اللهم امين. انا بعمل العيش المحمص ده عشان خاطر الولاد يشجعوا على الاكل، لان هم بيحبوه. خصوصا مع الحاجات النواشف دي، فبتفتح نفسهم الصراحه يعني، وبتخليهم يشجعوا وياكلوا عن العيش العادي. يعني هو اصلا بصراحه طعمه حلو، اصلا انا حبيت طعمه كده مستخدمين معاه البصاره، بيديكي طعم حلو جدا. بس كده عدينا اليوم، واليوم مش هبقى قليل خالص. هندخل بقى، حبيت انا اعمل لهم بقى شويه عصير كده، عملت لهم شويه عصير ليمون بالنعناع واللبن على قانون. طريقته حلوه جدا، بس كان اللبن مش بودره، كان لبن عادي. حطيت كوبايه لبن مع ميه ساقعه وليمون ونعناع فريش، وضربتهم بالف هنا. طبعا كان معاهم سكر. ما شاء الله كان طعمه حلو جدا، وكان جميل جدا، وتغيير برضو الولاد اتبسطوا منه. الحمد لله. يعني حاجه كده في الحر، كان وقتها الجو حر يومها، فقلت بقى الاكله كانت تقيله وبتاع، لازم بقى نرتب عليهم كده. عملت لهم شويه عصير ليمون زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى برضو ضمير لسه بيأنبني. فحبيت اعمل لهم كده وصفه جديده كده ومختلفه. عملت لهم مهلبيه بالمانجا. ما تستغربوش، حطيت المانجا على النار وعملت منها احلى طبق مهلبيه بالمانجا، حاجه كده خرافه. تقدر تعملي منها طبقات مع البسكوت، تقدر تستخدميها كده لوحدها، بصراحه تحفه. انا كنت عامله عصير مانجا بس كانش مسكره قوي يعني، فقمت انا حاطه كده خدت 3 كوبايات من المانجا، حطيت عليهم كوبايتين من اللبن. وقمت بقى سبتها كده على البوتاجاز، وقمت مزوداها 3 معالق سكر بس. وبعد كده هحط لها 3 معالق نشا. جميله جدا وسهله جدا، وطعمها خرافه وتغيير عن المعتاد بقى. مش على طول بنعمل كاستر، بنعمل مهلبيه بالنشا، بنعمل كريم كراميل. فالوصفه كانت جديده وغريبه شويه. الولاد كمان حبوها لان هم بيحبوا المانجا زي مامتهم يعني. فبعد كده انا حطيت النشا وهقلب منها، هعملها بطريقه المهلبيه العاديه، مفيش فيها اي افتكاسه ولا فيها اي حاجه مختلفه، غير ان احنا هنحط بس مع اللبن مانجا. طعمها كان حلو جدا، اتمنى تجربوها، هتعجبكم جدا. وكمان حلوه جدا للرضع من سن 7 شهور، بنت طالعه بقى، وحلوه جدا للاطفال اللي هم فوق 20 سنه زي حالتنا يعني. فما شاء الله كان طعمها حلو ومشهي ولذيذه. هنفضل بقى نقلب لحد ما تدينا القوام اللي احنا عايزينه. والله العظيم يا جماعه اقل حاجه بتبسط واقل حاجه بترضي. ربنا يملى بيوتنا بالخير ويرضينا ويرضى عنا يا رب، ويبارك في اولادنا كده، ونعيش ونعمل لهم الحلو كله يا رب اللهم امين. ده كان مثال النهارده كده، حبيت اشارك معاكم كده كذا وصفه، ان شاء الله كده تستفادوا وتجربوا منهم اي حاجه وتقولوا رايكم فيها ايه. ولو الفيديو عجبك مش تتخليش عليا بدعوه حلوه، ان ربنا يكبر ويصلح حالي ويحسن دايما بين ايده، ويبارك في ولادي اللهم امين، وربنا يصلح حالي وحالكم يا رب العالمين. هنا خلاص كانت وصلت للسمك اللي انا عايزاه. لا كانت لسه يعني بتاخد وقت كده، خدت مني وقت صراحه، غلبتني وقلت ده هتفشل. وللامانه كمان انا اول مره اعملها معاكم، والحمد لله كانت ناجحه وزي الفل. ما تخافيش من اي حاجه، لو هتعمليها لاول مره جديده عليكي جربي وخدي التجربه. ما تحكميش على نفسك بالفشل من قبل ما تجربي او من قبل ما تعملي. انت ست قدها وقدود، تقدري تعملي كل حاجه. اي حاجه من ايدك تقدري تحوليها لحاجه تانية زي ما انت عايزه. فربنا دايما يحسن ما بين ايدينا كده يا رب العالمين. وهنا خلاص بقى كانت قربت توصل للسمك اللي انا عايزاه. سيبها بقى تغلي كده لحد ما تبقلل كده من الجنوب وترفع كده، اعرف انها وصلت خلاص للقوام اللي انا عايزاه. هي بتتاكل بارده طبعا، هنسيبها تسقع، هتقعد لها حوالي من ساعتين 3-4 ساعات في التلاجة كده. يعني دوبك كانت العشاء بتاعهم. كده حاجه كده خفيفه كده، وترطب على القلب كده، وساقعه وبارده في نفس الوقت، ومش مكلفه، ما كلفتنيش اي حاجه خالص غير كوبايتين المانجا وبس كده. ده كان شكلها بعد ما انا حطيتها في الاطباق. هي كانت عامله 4 من المدور ده، بس كان طبعا في طبق ملحقتش اصوره. فما شاء الله كانت حلوه. فانا بقى هسيبها كده، هدخلها التلاجة تاخد بقولك من 3-4 ساعات. تقدري بقى تزينيها باي صوص عندك، اي مكسرات قبل معاكي اي حاجه، الحمد لله يعني. وكمان كنت بوريكم حجم الكاسه، كان كويس، ما كانش وحش، حجمها حلو جدا ومشبعه.
بس كده هسيبها بقى اوريكم بقى عن شكلها بعد ما تطلع من التلاجة تبقى عامله ازاي. الحمد لله الحمد لله، انا كنت خايفه ما تمسكش نفسها، لكن الحمد لله مسكت نفسها وكانت زي الفل، الحمد لله. وبألف هنا وشفا يا رب، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولو جربتوها وعجبتكم متبخلوش عليا بالدعوه الحلوه. ربنا يصلح حالي وحالكم يا رب. هنا بقى هدوق معاكم. هنا كانت خلاص ما شاء الله قوامها كان كريمي، كانت ماسكه وكان طعمها احلى من المعتاد. حلوه جدا 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 عامه، اقسم بالله مش بشكر فيها عشان انا اللي عاملاها، لا هي كان طعمها حلو جدا. محتاجتش مني فانيليا ولا اي حاجه، طبعا المانجا لوحدها غنيه عن التعريف يعني. وبس ده بيكون خلص الفيديو بتاعي النهارده وخلصت النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا وطلعتوا من الفيديو بمعلومه واحده على الاقل. سيبوني بقى اسيب لكم انت حلو، ربنا يكبر خاطري وخاطرك يا رب، اللهم امين. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد روتين جديد مع منا سند. بسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.